السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم العيش البلدي. هعمله بالخميرة الطبيعية اللي انا عملتها معاكم قبل كده على القناة، مخليه العيش البلدي طالع تحفة. كل اللي انا عايزاه منك ان انت تتابعيني للاخر، علشان بجد فيه خطوات مهمة، علشان بقى تبقى جاهزة للخبز قبل شهر رمضان وتخبزيها وتطلع معاكي مظبوط. لازم بقى تشوفي الخبيز كذا مرة كده قبل شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. العيش اللهم بارك بيتكلم عن نفسه، طالع تحفة وكمان طري جدا. يا ريت بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو أول مرة تشوفيني، يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول كده أنا هنخل الدقيق وأطلع منه النخالة. أنا معايا كده 15 كيلو. بعد ما نخلت الدقيق طلع حوالي كده نص كيلو ولا أكتر شوية، والباقي كده معايا دقيق. هضيف بقى مع الدقيق كده معلقتين كبار ملح، ولو هتعملي بخميرة فورية هتضيفي برضو معلقتين خميرة فورية مع الدقيق وتقلبيهم. بس انا النهارده هعمل بالخميره الطبيعيه اللي انا عملتها معاكم على القناه. بجد بقى بتخلي العيش البلدي تحفه ويرتفع كله. انا قلبت بقى الملح مع الدقيق كويس جدا، وبعد كده هنزل بالميه والميه تكون سخنه. بس الميه يا ريت ننزل بيها واحده واحده، يعني انا بنزل بيها كذا مره لحد ما الدقيق بيختفي. انا عايزه اعجن العجينه في الاول يابسه، وقلتها على اليابس، وبعد كده هطري فيها واحده واحده. اهم حاجه في العيش البلدي ان انت تعجني العجينه مظبوط، وعشان تعجنيها مظبوط يا ريت ما تخليهاش طريه في الاول، يعني تبقى معاكي يابسه وبعد كده تطريها واحده واحده. كده بقى هتصلي للعجينه المظبوطه في الاخر، وكمان هتكون اتلتت واتخدمت معاكي مظبوط. كل اللي انا عايزاه منك ان انت تمشي على نفس خطوات العجين، وتعجني العجينه يابسه زي ما انت شايفاها كده. حتى تحت العجينه لسه في دقيق، انا لسه بلت العجينه. يعني في الاول بنلت العجينه على اليابس، وبعد كده بنطري فيها واحده واحده. لازم بقى ان احنا نظبط العجينه. وكمان احنا ماشيين كده على مثل بيقولوا عندنا في الارياف: عجيني عجينك حلو تتعجبيه قدام الفرن. يعني لو العجينه مظبوطه هتلاقي بقى انتي بتعرفي تخبزي العيش البلدي، وهيكون سهل معاكي وكل الخطوات هتكون سهله. بعد ما لتيت العجينه على اليابس واتاكدت ان هي اتلتت معايا مظبوط، ضفت بقى الخميره علشان الخميره سايله، علشان انا عايزه اطري في العجينه واحده واحده. ما ينفعش ان انا ابقى مطريه العجينه وارجع اضيف الخميره. انا مربيه الخميره من بالليل قبل ما انام، وبقوم بقى الصبح كده بتاخد معايا 6 ساعات او ما اعجن بيها. زي ما قلت لك ان انا ما بعجنش بالخميره مباشره. انا بربي خميره في الاول قبل ما بعجن، وبتاخد معايا كده 6 ساعات وبرجع اعجن بيها. كل الخطوات دي انا شرحها قبل كده في فيديو الخميره، لو ما شفتوش يا ريت ترجعي تشوفيه. بجد الخلي العيش البلدي تحفه. انا عجنت بقى العجينه واحده واحده وطريتها واحده واحده علشان العجينه ما تتقطعش معايا، وكمان العجينه تكون اتخدمت كويس. اعرف ازاي العجينه مظبوطه ولا لا؟ بقطع رغيف واحطه بقى على وش العجين. لو العجينه في الوسط بتسرح معايا على بسيط زي ما انتوا شايفينها كده، العجينه كده مش عايزه ميه خالص. لو العجينه بقى قطعت رغيف وسرح معايا جامد، تبقى كده العجينه اتطرت معانا قوي، واحنا عايزينها عجينه في الوسط. لو ما سرحش خالص يبقى لسه العجينه عايزه معاكي ميه، وتنزلي بالميه واحده واحده. يعني اهم حاجه ان احنا نظبط العجينه. انا علمت بقى الطشت علشان اشوفه هيختمر معايا ولا لا، وغطيته بالصينيه، ومن فوق الصينيه كمان لحاف. اخد معايا بالظبط ساعه ونص ولقيته اختمر. اهم حاجه بقى وقت الخمر ما تستعجليش عليه خالص، وتقومي تقطعيه الا لما تلاقيه اختمر. شايفين بقى شكل العجينه؟ اللهم بارك. عجينه كده ملمسها ناعم، وكمان تطلع معاكي لحد فوق كده ما تتقطعش خالص علشان هي مخدومه مظبوط. رشيت بقى النخاله وتقلت شويه النخاله علشان العجينه ما تلزقش معايا على الفرشه. ولو هتقطعيه في صواني هترشي النخاله وتقلي، وهتقطعي بقى حجم الرغيف على حسب المطارح اللي عندك او على حسب ما انتي عايزاه. انا مقطعه على حسب المطارح اللي عندي، يعني عندي مطارح كبيره ومطارح اصغر. لو جه كبير برميه على المطرحه الكبيره. طبعا بوسع بعيد عن بعض علشان لسه هيخمر. وهقطع بقى الفرشه كلها في الشتاء. لو في الصيف هنقطع بس صفين او 3، وبنقوم نشغل الفرن نخبز. اول بقى ما بنخبز صفين وبيبقى فيه صف واحد بنقوم نقطع على طول. يعني خطوات الصيف تختلف خالص عن الشتاء. في الشتاء انا عايزاكي تقطعي وتسيبيه يخمر على النخاله، العيش هيبقى معاكي طالع تحفه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو اول مره تشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. اهم حاجه وانت بتعجني في الشتاء، اعجني في مكان دافي، وكمان ما تطوليش في وقت العجن. ودفي الميه وخلي الخميره مظبوطه، وغطيه وتقلي عليه وسيبيه لما يخمر. وهتقومي بقى ترشي النخاله وترجعي تقطعيه على النخاله، تسيبيه تلت ساعه. شغلي الفرن قبليها ب10 دقايق، واول ما بيسخن جربي اول رغيف، ان شاء الله العيش البلدي هيطلع معاكي تحفه. انا قلت لك خطوات الشتاء على السريع قبل ما نبدا في اول رغيف. هناخد بقى اول رغيف. بعد ما سبته كده تلت ساعه على النخاله وشغلت الفرن اخد 10 دقايق تسخين، قمت بقى خدت اول رغيف ورحيته. وهنجرب مع بعض اول رغيف.
ومن اول رغيف بنرميه احنا بنعرف العجينة مظبوطة ولا لا. يعني لو رميتي اول رغيف وطلع معاكي منفض، انا عايزاكي بقى تصبري عليه شوية وترجعي تخبزي، وبعد شوية كده ارجعي اخبزي. لو لقيتي النفطة راحت، يعني مفيش نفطة على الرغيف من فوق، يبقى كده العيش اتظبط وترجعي تخبزي. النفطة بقى اللي هي بتخلي سمك الرغيف من تحت تخين ومن فوق رقيق، واحنا بنسويه كده بيتحرق. بس ما شاء الله من اول رغيف طالع معايا تحفة وارتفع كله وخمره كان معايا مظبوط. فانا هكمل بقى بقية الخبيز. بس لو لقيتيه انت من اول رغيف بترميه منفض، زي ما قلت لك هتصبري شوية. لو اول رغيف طالع معاكي ناشف ومجلد ومش عارفة تخبزي، هقولك ما تخبزيش خالص. قومي لمي العجين تاني، وبنص كوباية مية سخنة وطري العجينة شوية وغطيها بالصينية، ومن فوق الصينية كده بطانية أو لحاف. دفي العجين في الشتاء، وبعد كده بعد نص ساعة قطعي تاني. ان شاء الله تخبزي العيش البلدي هيطلع معاكي مظبوط. لو العجينة جت معاكي طرية ومغلباكي ومش عارفة تريحي خالص وبتتلزق معاكي على المطارح، هقولك ما تخبزيش علشان العجين كده علياته هيبوظ معاكي. قومي بقى لمي العجين وبطبقين دقيق واعجنيه تاني وغطيه وسيبيه لما يخمر. واول ما يخمر هياخد بس معاكي نص ساعة، هترجعي بقى تقطعي من العجين وتخبزي منه، هيطلع معاكي بجد تحفة. العيش البلدي يا جماعة ما فيهوش حاجة صعبة خالص، غير بس ان احنا نظبط العجينة. ولو العجينة مظبوطة معانا من الاول مش محتاجين ان احنا نظبط العجينة تاني. اللهم بارك، العجينة النهاردة مظبوطة من اول مرة، والعيش البلدي طالع معايا تحفة وارتفع كله، وريحته كمان وهي بتستوي بجد تحفة. انا من تاني رغيف كده اللهم بارك طلع تحفة، وبعمل معاكم بقى تالت رغيف. اللهم بارك، اول ما الفرن سخن كده العيش كله كان بينفخ وكان طالع تحفة. اهم حاجة بقى التسوية بتاع العيش البلدي. يعني نخلي البلاطة سخنة، واول ما بتسخن معانا بنوطيها، يعني ما بنخلوش لما يتحرق معانا من تحت قوي، وبنخلي الجنوب عالية علشان الفرن ما يبردش. وبندير بقى الرغيف بالراحة خالص، بنطلع بقى اللي استوى بره واللي ما استواش بندخله جوه. واهم حاجة السوا، علشان لو عاملين كمية كبيرة وهنفرزها يبقى نسوي الرغيف مظبوط. وكمان لو عايزه بقى ترحي، يا ريت بقى تمسكي المطرحه من تحت اليد، هتساعد معاكي لو انت لسه اول مره تمسكي المطرحه. انا عامله معاكم العيش البلدي بطريقتين، وعاملاه كمان من غير مطرحه ومن غير فرن خالص، وسويته على المصفى. وبجد تسويه المصفى سهله جدا لاي حد عايز يخبز العيش البلدي وما عندوش مطارح ولا فرن. ولو عايزه بقى تتعلمي الرح، هتمشي على نفس خطوات النهارده ان شاء الله تتعلمي الرح بكل سهوله، والعيش البلدي هيطلع معاكي بمنتهى الجمال. اللهم بارك، شايفين بقى الجمال بجد طالع تحفه، وريحه العيش البلدي تحفه. انا عايزاكي بقى تجربيه علشان تعملي خبزه كده لشهر رمضان وتقعد معاكي شهر رمضان كله بدل ما تشتري كل يوم. ولو طريقه العيش البلدي صعبه عليكي ومش هتعرفي ترحي، جربي بقى الطريقه التانية اللي هي من غير مطرحه ومن غير فرن خالص. هتسويه على المصفى هيطلع معاكي تحفه، والعيش كمان كله بيرتفع. استحاله ان الرغيف ما يرتفعش معاكي خالص، وتقدري برضو تفرزيها. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك.